بسم الله الرحمن الرحيم. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. ثاني أعلى قمة في مصر، الفان 285 مترا فوق سطح البحر. كنيسة الوصايا، مسجد الجبل، مغارة سيدنا موسى عليه السلام، درب التوبة، شجرة الراعي، إنه جبل موسى حيث كلم الله نبيه وسلمه لوحي الشريعة والوصايا العشر: لا تعبد إلها آخر، لا تصنع تمثالا منحوتا، لا تنطق باسم الله باطلا، احفظ يوم السبت، أكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك. وعند النزول من الجبل ستجد قلعة إسوارها عالية في حضن الجبال الشاهقة، وبابها صغير عليه نقوش من العصر البيزنطي. هل يمكن أن تجتمع في مكان واحد قصص الأنبياء وأصوات القديسين وأقدم الكتب المقدسة وشجرة اشتعلت دون أن تحترق؟ إنه ليس خيالا، بل هو دير سانت كاترين في قلب جنوب سيناء، أقدم دير مأهول على وجه الأرض منذ 1500 عام، حيث يحرس رهبان أرثوذكس أسرارا دفينة وراء هذه الجدران. شجرة العليقة، بئر موسى عليه السلام، مكتبة تضم أناجيل مفقودة وعظام شهداء آثروا الإيمان على الإمبراطورية. مع بداية انتشار المسيحية تعرض المسيحيون الأوائل للاضطهاد كما حدث مع أي دين جديد، مما دفع العديد منهم إلى الهروب نحو أودية سيناء الجبلية المقدسة. بدأ الرهبان المسيحيون ببناء صوامع منعزلة داخل الجبال والكهوف للعبادة والتأمل. في عام 330 ميلاديا أصبح الإمبراطور قسطنطين الأول أول حاكم روماني اعترف بالمسيحية في الإمبراطورية الرومانية. زارت والدته الإمبراطورة هيلانا المنطقة، وفي القرن الرابع الميلادي أمرت ببناء أول كنيسة صغيرة بجوار شجرة العليقة لتصبح كنيسة هيلانا. كما أمرت الإمبراطورة هيلانا ببناء برج دفاعي بجانب الكنيسة والشجرة، وسمي المكان باسم دير مريم العذراء. ومع تعرض الرهبان لهجمات من القبائل، أمر الإمبراطور جستنيان الأول بتشييد سور الدير الضخم بارتفاع ما بين 12 و15 مترا، وضم داخله كنيسة هيلانا وشجرة العليقة، فسميت الكنيسة باسم كنيسة العليقة لارتباطها الوثيق بقصة النبي موسى عليه السلام وتجلي الله عند الشجرة. كما أمر الإمبراطور جستنيان الأول ببناء كنيسة التجلي الكبرى كجزءا من مشروع معماري وديني ضخم هدفه تحصين دير سيناء. صممت لتأخذ شكل بازيليك بيزنطية. استخدم المعماريون الرخام والجرانيت في الأعمدة. يتوسط الكنيسة 12 عمودا رخاميا تمثل 12 تلميذا الحواريين. على كل عمود توجد أيقونات ملونة وتماثيل صغيرة تصور رهبانا أو قديسين. الأسقف من الخشب المصقول. الأبواب الأصلية للكنيسة مصنوعة من خشب الأرز اللبناني
ومزخرفة بزخارف قبطية، لتصبح بازيليكا التجلي واحدة من أقدم الكنائس البيزنطية التي لا تزال قائمة، ففسيفساؤها تصنف ضمن أقدم وأهم اللوحات الدينية في العالم، وهي من أسباب تصنيف الدير كموقع تراث عالمي لليونسكو. وللحكاية بقية، ولكن على شط الإسكندرية. وفي عام 194 ميلاديا ولدت طفلة لعائلة أرستقراطية وثنية، فأصبحت أميرة متعلمة أتقنت الفلسفة اليونانية والفلك والطب في مكتبة الإسكندرية. وفي 18 من عمرها قابلت راهبا أقنعها بالمسيحية بعد حوار فلسفي عميق. زار الإمبراطور الروماني ماكسيميانوس حاكم مصر الإسكندرية لإقامة احتفالات وثنية. وقفت الأميرة أمامه محذرة إياه من عبادة الأصنام، فاستدعى الإمبراطور 50 فيلسوفا للقيام بإقناع الأميرة. وبعد 3 أيام من المناظرة هزمتهم الفتاة فاعتنقوا المسيحية. غضب الإمبراطور وأمر بحرق الفلاسفة، وأمر بتعذيبها، فوضعها على عجلة مسننة ذات سيوف حادة، ثم حكم عليها بالإعدام بقطع رأسها بالسيف. قيل أن الملائكة حملت جثمانها من الإسكندرية إلى قمة أعلى جبال مصر، جبل الصولجان، الجبل الذي يصلي داخل كهف بقي الرفات 500 عام. وفي القرن التاسع رأى راهب في منامه مكان الرفات، وفي عام 800 ميلاديا تم نقلها إلى الدير، فسمي الجبل على اسمها، وسمي الدير باسمها منذ القرن 11. إنها القديسة كاترين الفيلسوفة التي هزمت روما بإيمانها، شهيدة العلم والإيمان. أما الآن ومع الاقتراب من الدير ستجد سورا شاهقا من الجرانيت سمك عرضه 1.5 متر، مزودا بممرات ومزاغل للمدافع العثمانية 6. وفي الجهة الشمالية الشرقية وعلى ارتفاع 30 قدما يوجد الباب المعلق أعلى السور لرفع المؤن بالحبال. أما باب الدخول الحالي وهو المدخل الرئيسي، باب ثلاثي التحصين، الباب الخارجي محصن منذ عام 1880، منقوش عليه حرفي AK، ثم دهليز حجري طوله 2 متر، ثم الباب الداخلي لتجد أمام عينيك صرح من القرن السادس الميلادي. لها بابان، إحداهما من القرن 10 الميلادي، شيد في العصر الفاطمي وزين بالنقوش الإسلامية. باب أصلي من القرن السادس مزخرف بجمال قبطي يعبر عن تناغم الحضارات والعصور. إنها بازيليك التجلي، الكنيسة الكبرى، ثاني أقدم كنيسة في الدير، حيث فسيفساء التجلي أقدم فسيفساء مسيحية في العالم، 750 ألف قطعة حجرية من الذهب الخالص واللازورد، تابوت فضي لرفات القديسة كاترين، أيقونة العذراء المنسوبة للوقا الإنجيلي، قبتها تحوي 15 جرسا. وفي جوار كنيسة التجلي ستجد المسجد الفاطمي الذي بني في عصر الخليفة الفاطمي 11، الآمر بأحكام الله الفاطمي، حفيد الخليفة، الحاكم بأمر الله. وهذا النقش الكوفي على منبره: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه أبي علي المنصور، الإمام الآمر بأحكام الله، أمير المؤمنين. وخلف المسجد عبر سلالم حجرية كنيسة 40 شهيدا، والتي بنيت لتخليد ذكرى 40 جنديا رومانا استشهدوا في آسيا الصغرى في القرن الرابع. وأسفلها كنيسة الجماجم المعظمة، تحتوي على عظام وجماجم أكثر من 1200 راهب.
عاشوا في الدير منذ تأسيسه، وعلى يسار المسجد الفاطمي وكنيسة التجلي بئر قديم، بئر موسى عليه السلام، حيث شرب منه نبي الله موسى عليه السلام عندما كلمه الله عند شجرة العليقة المباركة التي على بعد خطوات من البئر. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أعجوبة نباتية وتاريخية فريدة، نفس فصيلة التوت والورد، ارتفاعها 4.5 أمتار، عمرها أكثر من 3500 سنة، ولها 22 غصن دائم الخضرة. رغم ذلك فشلت جميع محاولات نقلها أو استنساخها خارج الدير، وكل عام في 23 من مارس تدخل أشعة الشمس صباحا عبر نافذة طبيعية في جبل المناجاة فتشع نورا ذهبيا، وعلى جذورها ومن حولها شيد أقدم كنيسة في الدير، حيث العليقة المشتعلة، كنيسة العليقة قبلة القداسة، حيث نقش على بابها باليونانية: هذا مكان مقدس، اخلع حذاءك. أيقونة الأنبياء والرسل، أرضية وجدران مغطاة ببلاط صيني بيزنطي من القرن الرابع، نقش عليه صليب قبطي ونجمة داود في تناغم رهيب للحضارة. وعبر سلم خشبي قديم تجد خزان إرث 17 قرنا. متحف الكنوز المقدسة يحتوي في قاعته الخمس أكثر من 3000 قطعة أثرية نادرة، وأكثر من 2000 أيقونة نادرة. أقدم أيقونة مسيحية باقية في العالم، أيقونة المسيح البنتوكراتور. ومن أهم المعروضات العهدة النبوية الأصلية، وثيقة من القرن السابع على جلد غزال كتب عليها: هذا أمان من الله وذمة محمد بن عبد الله لرهبان طور سيناء، لا يهدم بيت من بيوتهم، بكف النبي صلى الله عليه وسلم. ومرسوم حماية الدير بتوقيع باسم قائد الجيوش الفرنسية كليبر ونابليون بونابرت. نحن نابليون بونابرت القائد الأعلى للجيش الفرنسي، نأمر جميع جنودنا بعدم التعرض لدير طور سيناء أو رهبانه أو ممتلكاته، والدير تحت حمايتنا الخاصة، ومخالف هذا الأمر يعاقب بالموت. صندوق رفاة القديسة كاترين. بعض الأناجيل النادرة من أشهرهم إنجيل جاستنيان، وعلى بعد خطوات من هذا العالم الساحر المليء بالإسرار كنز آخر يخفيه هذا الدير الساحر. ثاني أكبر مكتبة مخطوطات دينية في العالم بعد مكتبة الفاتيكان، أقدم مكتبة مسيحية مستمرة العمل منذ القرن السادس. 60% من مخطوطاتها غير موجودة في أي مكان آخر. أكثر من 4500 مخطوط ديني بكل اللغات، حوالي 8000 كتاب بطبعة قديمة، منها أقدم نسخة من الإنجيل هي المخطوطة السينائية، كتبت في القرن الرابع، ومزامير داود الذهبية، وثيقة هدنة صلاح الدين مع ريتشارد قلب الأسد. لدير سانت كاترين مكانة خاصة في قلوب العالم بأسره، إذ زاره العديد من الشخصيات العامة والسياسية والدينية على مر السنين، ومن أبرز هؤلاء الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون، والبابا شنودة الثالث، والشيخ محمد متولي الشعراوي، إلى جانب عدد من الرؤساء المصريين أبرزهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي لم تكن زيارته للدير زيارة عادية بأي حال من الأحوال، بل كان يقيم به خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، متعبدا داخل أسوار هذا الصرح الروحي الفريد. فغرفته البسيطة بمقتنياتها لا تزال موجودة حتى الآن داخل أسوار الدير. ورغم أن دير سانت كاترين يعد مؤسسة دينية وروحية في جوهره،
فقد لعب أدواراً سياسية ودبلوماسية مهمة عبر التاريخ، فمنذ العصر البيزنطي مروراً بالعصر الإسلامي ثم العثماني وفترات الحروب الصليبية وحتى العصر الحديث بداية من عهد محمد علي باشا، ظل الدير يحتفظ بمكانته المرموقة لدى جميع حكام مصر. فمثلا خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء قررت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير القيام بزيارة الدير، فأزالوا العلم المصري ورفعوا العلم الإسرائيلي من بوابة الدير. رفض المطران هذا وأعاد العلم المصري إلى مكانه بجوار العلم اليوناني، فأمرت جولدا مائير باعتقال المطران. وبعد الإفراج عنه قام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتكريم المطران ومنحه وسام نجمة سيناء تقديراً لموقفه الوطني النبيل في الدفاع عن الهوية المصرية والدير. كما حصل المطران رئيس الدير على الجنسية المصرية والحصانة الدبلوماسية في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك للدور البارز في عودة سيناء كاملة لمصر. وما زال دير سانت كاترين يخفي بين جدرانه المزيد من الأسرار العميقة، فبداخل جدران مكتبته الفريدة تم اكتشاف مخطوطات نادرة بلغات متعددة في الطب والفلك واللاهوت، واكتشفت نقوش بيزنطية خفية وحجرات رهبانية في جدران كنيسة التجلي. يصنف دير سانت كاترين كأقدم وأثرى الأديرة في العالم لما يحتويه من مقتنيات نادرة وأيقونات مسيحية وغير مسيحية تعد من الأندر عالمياً، ليظل شاهداً حياً على عمق وتشابك الديانات السماوية الثلاث. يحظى دير سانت كاترين بمكانة خاصة في قلوب الناس حول العالم، وبشكل أعمق لدى الشعبين المصري واليوناني، حيث يجسد عمق الروابط التاريخية والدينية والثقافية التي تجمع بين البلدين. وهناك كان في استقبال سيادته رهبان الدير الذين خرجوا لتحيته حاملين أغصان الزيتون والورود تعبيرا عن معاني السلام التي حققها الرئيس بمبادرته التاريخية. وقد مد رهبان الدير بساطا أحمر لكي يمر عليه الرئيس سادات عند دخوله مبنى الدير، في حين أخذت أجراس الكنيسة تدق ترحيبا بالسيد الرئيس.
وفي ختام رحلتنا داخل دير سانت كاترين، هذا الصرح الذي جمع بين الروحانية والتاريخ والعراقة، ننتظر منكم كلمة تشبه هذا المكان في عظمتها. أخبرونا في التعليقات ما أكثر جزءا في الفيديو أبهركم، هل كانت المخطوطات النادرة أم فسيفساء كنيسة التجلي أم شجرة العليقة المباركة؟ لا تنسوا دعمنا بإعجاب، لايك، ومشاركة الفيديو شير مع كل من يعشق التاريخ، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من حواديت مصرية.